بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 4، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الجزء الثاني من مذكرة النخبة في مادة الاي سي تي لجريد 4. الورق ما شاء الله مش سايب أي سؤال في منهج شهر إبريل غير وموجود في الورق. عملنا جزء قبل كده، والنهارده هنعمل الجزء التاني، وان شاء الله هعمل لكم جزء تالت. بقسم لكم ليه المراجعه علشان ما تملوش وتزهقوا من الفيديو، ويبقى المراجعه خفيفه عليكم ان شاء الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول سؤال بيقول لي put true or false. Many daily activities like giving directional signals are considered types of algorithms. قال لي تعتبر العديد من الأنشطة اليومية زي إن أنا أدي إشارات الاتجاه، ده يعتبر من الالجوريزمز، نوع من أنواع الالجوريزمز الخوارزميات. طبعا هقول له true. Number 2 when you solve a problem in math class. قال لي لما أجي أحل مسألة في فصل الماس رياضيات، this is considered a type of algorithm، ده يعتبر نوع من أنواع الالجوريزم الخوارزميات. طبعا هقول له true. Number 3 algorithms help us determine which results are most relevant to our keywords. قال لي الخوارزميات بتساعدنا في تحديد النتائج الأكثر صلة بالكلمات الرئيسية اللي أنا دخلتها. طبعا هقول له true. شوف مع بعض. Number 4 an algorithm is a series of steps that explains how to perform a task. قال لي الخوارزمية هي تعتبر series of steps، سلسلة من الخطوات. قال لي اللي بتشرح كيفية تنفيذ مهمة ما. طبعا هقول له true. Number 5 coding is the writing of multiple algorithms to make a complete program. أني الكودينج البرمجة هي عبارة عن كتابة خوارزميات متعددة علشان أعمل برنامج كامل. طبعا هقول له true. Number 6 you can use programming codes to identify the paths needed to reach your goal. قال لي ان انا ممكن استخدم اكواد البرمجة علشان احدد المسارات اللازمة اللي هتخليني اوصل للهدف اللي انا عايزه. طبعا هقول له true. Number 7 computers like humans. اجهزة الكمبيوتر زي الايه؟ الانسان. use different languages، بيستخدم لغات مختلفة. طبعا true. Number 8 the video games that you play online were made by coding. قال لي الفيديو جيمز، ألعاب الفيديو اللي بلعبها عبر الانترنت مصنوعة أو معمولة من خلال البرمجة. طبعا هقول له true. Number 9 there are many websites such as facebook.com that can help you learn different programming languages. قال لي هو يوجد العديد من مواقع الويب such as facebook.com زي الفيسبوك. قال لي هل الفيسبوك بيساعدني ان انا اتعلم different programming language، لغات برمجة متعددة او مختلفة؟ طبعا هنا هقول له false. طيب مين يا ميس؟ في ويب سايت اسمه code.org. نشوف مع بعض. Number 10 the animations and movies you watch online are designed by Excel. قال لي الانيميشنز، كلمة انيميشنز يعني الرسوم المتحركة، والموفيز الافلام اللي انت بتشوفها عبر الانترنت دي designed by Excel، مصممة من خلال برنامج الاكسل. طبعا هقول له false. Number 11 the first step in problem solving is hypothesis testing.
قال لي اول خطوه من في حل المشكلات هي اختبار الفرضيات، طبعا هقول له فولس. انا اول حاجه لازم ببني الافتراضيه مش بختبرها، اللي هي hypothesis building. Number 12. When making a guess to solve a problem, this guess is called the hypothesis. قال لي لما اجي اخمن علشان احل مشكله بيطلق على كلمه guess تخمين hypothesis، طبعا هقول له true. Number 13. When testing your hypothesis, it's necessary not to do any test that puts you at risk. قالك لما تيجي تختبر الفرضيات قال لي من الضروري عدم إجراء أي اختبار يعرضك لريسك. يعني إيه ريسك؟ للخطر، طبعا هقول له true. Number 14. Problems shouldn't be divided into small parts so as not to be difficult to solve. قال لي المشكلات لا يجب، قال لي shouldn't، إن أنا أقسمها ل small parts لأجزاء صغيرة علشان so as not to be difficult to solve، عشان هتبقى صعبة في الحل. طبعا هقول له ايه؟ هقول له false. ليه؟ البروبلمز المفروض اقول له should be divided into small parts مش shouldn't. Number 15. Any big problem should be left without solving. قال لي اي مشكلة كبيرة يجب تركها من غير ما احلها، من غير اي حل، طبعا هقول له false. ونشوف مع بعض number 16. It's important to break complex problems into small parts when solving them. اهي دي صح بقى. قال لي من المهم ان انا اقسم المشاكل الكومبلكس المعقدة لسمول بارتس لأجزاء صغيرة علشان أحلها، طبعا هقول true. Number 17. If you solve a problem with your colleagues, assign each person one section. حلو قوي السؤال. قال لي لو أنا عملت أو قمت بحل مشكلة مع زملائك فالمفروض ان انت بتخصص لكل شخص قسم واحد ان هو يحله، طبعا هقول له true. Number 18. It's important to crowd the edges of your billboard. سؤال جميل. قال لي من المهم ان انا املى الحواف بتاعت لوحة الاعلانات الخاصة بيا. يعني ايه الكلام ده؟ ان انا الحواف الادجز دي املاها، ما يبقاش في فراغ، طبعا هقول له false. Number 19. Having a 25mm margin helps you create a well-designed poster. قالك ان انت المفروض يبقى عندك هامش حوالي 25 ملم، ده بيساعدك ان انت تعمل ملصق جيد التصميم، طبعا هقول له true. Number 20. Make sure to choose a font size that is easy to read. قالك اتأكد ان انت تختار فونت سايز. يعني ايه فونت سايز؟ حجم خط يكون سهل القراية، طبعا هقول له true. If you choose a big font size, your audience will have to strain to read the information. قالك لو انت اخترت حجم خط كبير فده هيخلي الاودينس الجمهور يبذلوا جهد كبير علشان يقروا المعلومات، طبعا هقول هنا false. لو كتبت الخط ماله مش big small. Number 22. We need images and colors to design a poster or
a digital billboard. قال لي احنا بنحتاج images صور وكالرز الوان علشان نصمم بوستر ملصق او ديجيتال بيلبورد او لوحة اعلانية. طبعا true. Number 23. More decorative fonts in your poster are not preferable when making it. حلو قوي السؤال. قال لي ان المفروض لا يفضل استخدام خطوط اكتر يعني فيها زخرفه كتيره في الملصقات لما تيجي تعمله. طبعا هقول له ايه؟ هقول له true. Number 24. It's better to use more than 3 colors in the poster. قالك من الافضل ان انت تستخدم اكتر من 3 الوان في الملصق بتاعك. طبعا هقول له false. هما المفروض اكتر حاجه 3 الوان بس. 25. Considering the background color is not important when choosing the font color. قال لي مراعاة لون الخلفية مش مهم لما اجي اختار لون الخط. طبعا فولس. يعني ما ينفعش ابقى اكون كاتب بالخط باسود واعمل الباك جراوند الخلفية باسود. لازم الباك جراوند تتناسب مع لون الخط اللي انا كاتب بيه. Number 26. You should choose 2 small font size on poster for easy reading. قال لك يجب ان انت تختار فونت سايز. يعني ايه فونت سايز؟ حجم خط يكون تو سمول، صغير جدا جدا في الملصق علشان يكون سهل القرايه. طبعا هقول فولس. لازم اختار الفونت سايز بتاعي ايه؟ مناسب، ولا سمول ولا بيج. Number 27. You can't learn coding online. قال لي انت ما تقدرش ان انت تتعلم البرمجه من خلال الانترنت. طبعا هقول له فولس. لا اقدر. ونشوف نمبر 28. Search engines محركات البحث use digital map databases to provide directions. سؤال جميل جدا وممكن يلخبط اي حد فينا. طب ايه؟ قال لي بتستخدم محركات البحث قواعد بيانات الخرائط الرقمية علشان توفر لك الاتجاهات. طبعا هقول له true. طالما قال لي الاتجاهات وقال لي ان انا عندي ديجيتال ماب. يعني ايه ديجيتال ماب؟ الخرائط الرقميه. يبقى على طول true. Number 29. To open paint. لما باجي افتح paint. ايه paint ده يا ميس؟ ده برنامج الرسام مايكروسوفت بينت. click on accessories then start up menu. المفروض بضغط على accessories وبعدين بضغط على start up menu. طبعا false. العكس. الاول بدوس على ستارت اب منيو اللي هي موجوده على الشمال كده عندي في الشاشه، وبعدين هيطلع لي زي منيو قايمه هختار منها كلمه اكسسوارز، ومن الاكسسوارز هختار البينت. Number 30. The brush tool is used in paint to enlarge parts of the image. طبعا السؤال ده خلي بالكم اتكرر عندي في اللي تشوز فوق. قال لي انا عندي اداه الفرشه، تمام، بستخدمها في برنامج الرسام علشان اكبر اجزاء من الصوره. طبعا هقول له فولس. انا بستخدم، شايفين دي هي دي اللي انا بستخدمها عشان اعمل ايه؟ اعمل enlarge parts of the image العدسه. Number 31. The upper part of the paint program is similar to Word and Excel. طب يعني ايه يا ميس upper؟ قال لي الجزء العلوي من برنامج الرسام is similar متشابه مع برنامج الوورد والاكسل. طبعا هقول له true. Number 32. The icon الايكون دي in paint في برنامج الرسام is used to view the image in a larger size. طبعا هقول له true. قال لي العلامة دي هي اللي بتوضح لي الصورة في ايه؟ بحجم كبير. Number 33. One of the disadvantages of paint is that it doesn't include a toolbox. اللي واحد من العيوب
في برنامج الرسام ان هو ما عندهوش او لا يحتوي على صندوق ادوات. طبعا هقول له فولس. ده تعتبر ادفانتج في البينت ان هو عنده تول بوكس، صندوق ادوات. ونشوف مع بعض نمبر 34. in paint في برنامج الرسام you can add text to an image. انا ممكن اضيف نص على الصورة. طبعا هقول له true. ونشوف مع بعض 35. Microsoft Paint allows you to change the size or direction of the photo. قال لي عندي برنامج الرسام بيسمح لي ان انا اغير حجم او اتجاه الصورة. طبعا هقول له true. نشوف مع بعض number 36. The insert menu bar in Microsoft Word includes graphics tools to make drawings. قال لي انا عندي السؤال جميل جدا. قال لي ان المفروض ان انا عندي في برنامج المايكروسوفت وورد في قائمة الادراج. طيب موجود فيها ادوات رسومية لعمل الرسومات. طبعا هقول له true. Number 37. Use the cut tool in the paint toolbar to fill colors. قال لي أنا بستخدم أداة القط. يعني إيه قط؟ القص في شريط أدوات الرسام علشان أعمل تعبئة للألوان. طبعا هقول له false. ونشوف مع بعض 38. One of the things to consider when preparing a presentation is to avoid writing long paragraphs. قال لي واحد من الاشياء اللي اخدها في اعتباري وانا بحضر لعرض تقديمي ان انا اتجنب كتابة فقرات طويلة. طبعا هقول له true. 39. PowerPoint is used to design presentations with texts only. قال لي برنامج الباوربوينت بستخدمه علشان اصمم عروض تقديمية فيها نصوص فقط. طبعا هقول له فولس. انا ممكن احط images، ممكن احط اوديو، ممكن احط فيديو. Number 40. Presenters often include their names in the subtitle box. قال لي بيستخدم المبرمجون او المقدمين اللي هم بيعملوا العروض التقديمية بيكتبوا اسمائهم في مربع العنوان الفرعي. طبعا هقول له true. Number 41. You cannot insert images you created in Paint into your PowerPoint presentation. قالك ان انت ما تقدرش تحط صور اللي انت عملتها في برنامج الرسام لما تيجي تعمل عرض في برنامج الباوربوينت. طبعا هقول له فولس. لا اقدر جدا. Number 42. On the left side of the PowerPoint screen you can see a thumbnail of each slide you are creating. قال لي على الجانب الايسر من شاشة الباوربوينت ممكن ان انت تشوف صورة مصغرة لكل شريحة انت عملتها. طبعا هقول له true. Number 43. You can choose the background colors for each slide under the design options. قالك ان انت ممكن تختار background colors الوان للخلفية لكل شريحة. طيب فين ضمن اختيارات التصميم؟ طبعا هقول له true. Number 44. PowerPoint provides the ability to add animation to slide. قال لي الباوربوينت برنامج بيوفر لي، برنامج العروض التقديمية بيوفر لي إمكانية إضافة رسوم متحركة للشرائح. طبعا هقول له true. Number 45. Microsoft Paint is a program used for editing pictures. قال لي برنامج مايكروسوفت بينت الرسام هو برنامج بستخدمه علشان اعمل editing تحرير الصور. طبعا هقول له true. Number 46. Microsoft Word doesn't have any graphic tools. قال لي برنامج مايكروسوفت وورد ما بيحتويش على اي ادوات رسوميه. طبعا هقول له false.
وقبل ما ندخل على اسئله الكومبليت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. طب اسئله الكومبليت سهله جدا، والمفروض ان دي تبقى اسئله للتدريب فقط، زي ما كده ما شفنا مع بعض في الفيديوهات اللي نازله على اليوتيوب على القناه، ان بيحط لنا اسئله للتدريب فقط. ليه؟ من خلال الاسئله دي انا اقدر احل اي سؤال سواء كانت تشوز او ترو اور فولس. طيب جايب لي هنا algorithm instructions keywords computers recite. يعني ايه؟ algorithm الخوارزميات، instructions تعليمات، keywords كلمات رئيسيه، computers اجهزه الكمبيوتر، recite يعني وصفه. Number 1 when you prepare a meal، لما بتيجي تحضر لوجبة you follow a نقط this is a type of المفروض of algorithm. قال لي ان لما باجي احضر وجبة ان المفروض اتبع ايه، وده بيعتبر نوع من انواع الالجوريزم الخوارزميات، المفروض دي of مش or. تمام؟ اتبع مين؟ اتبع الريسايب الوصفة. ادي نمبر 1. نمبر 2 نقط is a series of steps that explain how to perform a task. قال لي هي سلسلة من الخطوات اللي بتشرح كيفية تنفيذ مهمة. طبعا أنا هنا بتكلم على الالجوريزم، يبقى دي نمبر 2. طيب نبتدي نصغر الشاشة شوية عشان نشوف الاختيارات اللي معانا. طيب نشوف نمبر 3 نقط and applications to algorithms to perform function. قال لي في حاجة بستخدمها مع التطبيقات بستخدمها هي والتطبيقات، بستخدم فيها الخوارزميات علشان أأدي الوظائف. طبعا أنا هنا بتكلم على أجهزة الكمبيوتر، الكمبيوترز. طب أنا هنا فاضل لي كلمتين instructions و keywords. instructions و keywords عشان ما ننساش. Number 4 a recipe is an algorithm which includes a set of نقط for making a meal. قال لي هنا الريسايب عبارة عن الجوريزم خوارزمية بتتضمن مجموعة من ايه؟ لإعداد وجبة. طبعا مجموعة من التعليمات. كلمة تعليمات يعني ايه؟ يعني instruction. يبقى دي نمبر 4. نمبر 5 every time you enter. تمام. قال لي في كل مرة انت بتدخل فيها ايه that about your research in a search browser it uses certain algorithms to give you the results. انت في حاجات في المفروض حاجة بتدخلها بتتعلق بالبحث اللي انت عامله. البحث اللي انت عامله فين؟ في المتصفح. طب الحاجة دي لما بكتبها المتصفح بيستخدم خوارزميات معينة علشان يديلك النتائج. طبعا انا المفروض بكتب ايه؟ بكتب كلمات مفتاحية. يعني ايه كلمات مفتاحية؟ الكي ووردز. نمبر 5. ونشوف بعد كده الأسئلة التانية. عندي فونتس. يعني ايه فونتس؟ خطوط. عندي مارجن هوامش. 3 بولد غامق. مايكروسوفت 365 طبعا برامج او مجموعة برامج مايكروسوفت 365. نمبر 1 the empty space between the edges of the billboard is called نقط. قال لي المساحة الفاضية بين حواف اللوحة الإعلانية بتسمى ايه؟ طبعا بتسمى margin، الهامش. ادي نمبر 1. وحش قوي نمبر 1، استنى امسحه لكم. نمبر 1. شوف نمبر 2 it's better not to use more than نقط colors in the poster. من الافضل ان انت ما تستخدمش اكتر من كام لون في الملصق بتاعك. طبعا هقول له 3 colors. وادي نمبر 2. نمبر 3 نقط includes different options such as PowerPoint and Word. قال لي بيتضمن
اختيارات متعددة أو مختلفة زي الباوربوينت والوورد. طبعا هنا بتكلم على مين؟ على مايكروسوفت 365. نمبر 3. شوف مع بعض. نمبر 4. sometimes simple نقط are better. بعض الأوقات simple الايه البسيط بيبقى افضل. طبعا بتكلم على الفونتس، الخطوط البسيطه بتبقى ايه؟ بتبقى افضل. وده هيبقى نمبر 4. نمبر 5. use نقط colors for the information you want to emphasize. قال لي استخدم انهي الوان for the information للمعلومات اللي هي محتاجه ان هي تبقى تتوضح او يتم التأكيد عليها. طبعا بستخدم البولد كولرز، الالوان الغامقه. وادي نمبر 5. شوف مع بعض. بعد كده عندي food recipe coding instructions algorithms computers. قال لي يعني ايه food recipe؟ وصف الطعام. كودينج البرمجه او الترميز. instructions التعليمات. الالجوريزمز الخوارزميات. الكمبيوترز اجهزه الكمبيوتر. قال لي you can create animations. قال لي انا ممكن اعمل animations رسوم متحركه، movies افلام and games والعاب باستخدام طبعا الكودينج. ادي نمبر 1. نمبر 2. a node is a type of algorithm. هي نوع من انواع الخوارزميه. طبعا وصفه الطعام food recipe. دي نمبر 2. نمبر 3. coding is the writing of multiple نقط to make a complete program. قال لي البرمجه هي عباره عن كتابه متعدده علشان اعمل برنامج كامل. طبعا algorithms خوارزميات متعدده. ادي نمبر 3. نمبر 4. نقط like people. مين اللي زي الانسان؟ use different programming languages for communication. بيستخدم لغات برمجة مختلفة علشان يتواصل. طبعا بتكلم على أجهزة الكمبيوترز. نمبر 4. شوف مع بعض. نمبر 5. a recipe includes a set of نقط to make a meal which is a type of algorithm. قال لي الوصفة بتتضمن مجموعة من instructions. يعني instructions التعليمات. تمام، علشان أعمل وجبة. والوجبه والتعليمات دي هي عباره او اللي انا بقوله ده هو نوع من انواع الالجوريزم الخوارزميات. شوف مع بعض الاسئله الثانيه. paint slide animations and effects toolbox draw. paint برنامج الرسام. slide شريحه. animations and effects رسوم متحركه ومؤثرات. toolbox صندوق الادوات. draw رسم. شوف مع بعض. نمبر 1. مايكروسوفت باوربوينت. برنامج مايكروسوفت باوربوينت can create presentations. ممكن يعمل لي عروض تقديميه that include. طب العروض التقديميه دي هيكون فيها ايه؟ طبعا هيكون فيها animations and effects. يعني animations and effects رسوم متحركه وتاثيرات. يبقى دي نمبر 1. نمبر 2. in مايكروسوفت بينت في برنامج الرسام the نقط includes tools that you need to make your drawings. قال لي بيبقى ايه اللي موجود فيه؟ ادوات اللي هحتاجها علشان اعمل الرسم بتاعي. طبعا التول بوكس. والاجابه في السؤال صندوق الادوات. نمبر 3. a نقط is a presentation page. هي عباره عن صفحه عرض تقديمي that contains text and images. بتحتوي على نصوص وصور. طالما قال لي موجوده في البرزنتيشن يبقى انا هنا على طول بتكلم على مين؟ على السلايد الشريحه. لان البرزنتيشن العرض التقديمي بيتعمل عن طريق الباوربوينت. والباوربوينت عباره عن ايه؟ سلايدز. ان انا بعمل الحاجات بتاعتي عن طريق ايه؟ سلايدز. يبقى دي نمبر 3. نمبر 4. نقط تاب in مايكروسوفت بوينت includes drawing tools. ايه علامة التبويب اللي موجودة عندي في برنامج الباوربوينت؟ بتتضمن ادوات الرسم. طبعا هو قال لي drawing tools يبقى هجيبها منين؟ طبعا draw. نمبر 4. نمبر 5. نقط is a Microsoft program used to edit images
on computers. ايه اللي في برنامج اللي موجود عندي is a Microsoft program؟ هو يعتبر برنامج مايكروسوفت بيستخدم في إضافة الصور on computers على الكمبيوتر. طبعا أنا بتكلم على برنامج الرسام البينت، برنامج بينت. شوف الأسئلة بتاعت اللي تشوز. تعالوا نكبر الشاشة تاني. عندي المفروض كولوم A وكولوم B، بختار من A ما يناسبه مع B. طيب هنا جايب لي برضو، هنكرر الكلام اللي احنا قلناه تاني، ان الاسئله دي ما بتجيش في الامتحان، بس دي للتدريب فقط. طيب الصوره اللي هي مرسوم عليها حرف تي، طيب تي دي اول حرف من كلمه ايه؟ اول حرف من كلمه تكست، يبقى على طول هستخدمها to write a text عشان اكتب ايه؟ نص. يبقى نمبر 1 مع لتر دي. سوري. ونشوف نمبر 2. الصورة دي بتاعت ايه؟ طيب قال لي خلي بالك ان اكن هنا انا بملى الورقة بتاعتي بالايه؟ بالالوان. يبقى هقول له نمبر 2 to fill the color into the shape. انا بملى الصورة بملى الشكل بالايه؟ باللون. يبقى ده نمبر كام؟ ده نمبر 2 مع نمبر اي. نمبر 3 دي براش، فرشة. طيب اشوف مين اللي ينفع معاها اهي. قال لي spray icon with coloring brush. يعني ايه؟ قال لي رمز الرش باستخدام فرشة الايه؟ فرشة التلوين. يبقى 3 مع لتر سي. نمبر 4 ده بنسل اهو، باين قدامي ان هو بنسل. طيب قال لي to write with a pencil عشان اكتب بايه؟ بالقلم الرصاص. يبقى 4 مع ايه. 5 علامة العدسة. قال لي to view the image for figure in a large size. قال لي علشان اعرض الصورة او الشكل بحجم كبير. يبقى 5 هتاخد letter B. نشوف مع بعض. قال لي هنا ده عندي مجموعة من البروجرام، تمام. عندي هنا برنامج اسمه ايه؟ ده برنامج الوورد اهي، اولها حرف دبليو اهي. حتى لو انا مش عارف شكل البرنامج، شكل الايقونه بتاعت البرنامج، الوورد اوله ايه؟ اوله دبليو. طب فين اللي ينفع هنا؟ ادي. قال لي المفروض ان انا بعمل من خلاله write reports and add some pictures. قال لي it used to write reports and add some pictures. بستخدمه في كتابة التقارير واضيف، ممكن كمان اضيف من خلاله بعض الصور. يبقى نمبر 1 بليتر دي. نمبر 2 ده طبعا برنامج الاكسل بروجرام. طب انا قلت الاكسل انا بعمل من خلاله ايه؟ خلاص على طول انا بعمل من خلاله سبريد شيتس. والسبريد شيتس دي ممكن يبقى فيها روز وكولومنز. يعني ايه؟ طيب تعالى نشوف السؤال على بعضه. قال لي الاكسل، قال لي it used to create spreadsheets including rows and columns. قال لي بستخدمه في انشاء جداول البيانات، والجداول البيانات دي فيها ايه؟ رو صفوف وكولومن ايه؟ اعمده. يبقى نمبر 2 بليتر سي. نمبر 3 طبعا ده برنامج الباوربوينت. وخلاص طالما قال لي باوربوينت على طول اروح على اي جمله فيها بريزنتيشن. طب فين كلمه بريزنتيشن؟ اهي ميس فوق. قال لي it's used to design presentations that include text and animation effects. قال لي بستخدمه في ان انا بصمم منه عروض تقديميه، وفي العروض التقديميه دي فيها ايه؟ فيها نصوص وفيها animation effects، يعني رسوم متحركه. طبعا يبقى 3 بليتر A. نمبر 4 طبعا ده من شكله كده برنامج ايه؟ رسم، paint. بعمل منه ايه؟
مفيش غيرها. قال لي it's popular graphics editor، هو بيعتبر محرر رسومات ايه شائع. يبقى نمبر 4 بلتر بي. طيب ان شاء الله خلص النهارده المراجعه بتاعت النخبه عشان ما اطولش عليكم. طبعا هو كمان عامل لنا تيست، بنشكر القائمين على المجموعه بتاعه النخبه، جزاهم الله كل خير. طيب وعلى رأسهم طبعا الاستاذه ايه خالد، بشكرها جدا جدا جدا، ربنا يجزاها كل خير ويجعل مجهودها في ميزان حسناتها ان شاء الله. طيب ما تنسونيش بقى انا كمان تدعوا لي دعوه حلوه وتعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. طب نشوف التيست ده، هو اختبار على كل بقى اللي احنا قلناه. تيست سهل خالص ما فيهوش اي حاجه. طيب تعالوا نشوف. قال لي choose the correct answer when creating a poster or billboard be sure to نقط. قال لي لما اجي اعمل بوستر ملصق او لوحه اعلانيه اتاكد من ايه؟ طبعا اتاكد ان انا يكون عندي الخط نوع الخط وحجمه يكونوا ايه مناسبين. يبقى choose suitable font size and type. شوف نمبر 2 to use images in the billboard it must be نقط. قال لي علشان استخدم الصور في اللوحه الاعلانيه يجب ان تكون ايه؟ طبعا لازم تكون واضحه، وكمان حجمها مناسب البوستر او البيلبورد بتاعتي. يبقى appropriate images and size. Number 3 if you and your team faced a problem to solve it. قالك لو انت وفريق العمل واجهتوا مشكلة to solve it هتحلوها ازاي؟ سؤال جميل جدا جدا. قالك المفروض ان انتوا هتخصصوا جزء، يعني لكل شخص جزء ان هو يحله. ففين الكلام ده؟ طبعا assign each person section of it. خصص لكل شخص قسم من الايه من المشكله دي. نمبر 4 to facilitate solve a big problem. لو واجهت انا اسفه لتسهيل حل مشكله كبيره هتعمل ايه؟ هنقسم المشكله لايه؟ لاجزاء صغيره. طب فين؟ قال لي breaking down the problem into smaller section. Number 5 you can type multiple algorithms to create a complete program by نقط. قال لي السؤال جميل جدا. قال لي ممكن ان انا اكتب الخوارزميات متعدده علشان انشئ برنامج كامل عن طريق ايه؟ طبعا عن طريق خلاص احنا عرفناها البروجرامينج، البرمجه. نمبر 6 the نقط program can recognize if the word is typed correctly or not. سؤال جميل جدا. قال لي انه برنامج اللي بيتعرف لي على اذا كان الكلمات مكتوبه بشكل صحيح ولا لا. طيب هو المفروض ان السؤال ده تقريبا في اسئله دروس الاطلاع، بس هو المفروض الفوتوشوب، لا مش الفوتوشوب، سوري انا اسفه طبعا. قال لي the program can recognize if the words typed correctly or not. لا السؤال ده موجود معانا، انا اللي اتلخبطت، اسفه ليكم. قال لي طالما قال لي words يا جماعه قال لي ايه البرنامج معلش اللي بيقول لي او بيتعرف لو اذا كانت الكلمات مكتوبه بشكل صحيح او لا. طبعا برنامج الوورد، لانه في الاديتور اللي بيشوف لي الكلام مكتوب صح ولا غلط. بتأسف للمرة التانية.
Number 7. The NOAD program is one of the famous programs in editing images. قال لي ايه البرنامج اللي يعتبر من البرامج المشهورة في تحرير الصور؟ طبعا طالما قال لي images يبقى انا بتكلم على طول على paint الرسام. Number 8. The NOAD program used to create presentations that include text and special effects. ايه البرنامج طالما قال لي presentation اللي بيعمل لي عروض تقديمية وبتتضمن نص ومؤثرات خاصة؟ طبعا انا هنا بتكلم على مين؟ على الباوربوينت. ونيجي لأسئلة true or false. Computers and applications need algorithms to work. أجهزة الكمبيوتر والتطبيقات بتحتاج للخوارزميات عشان تشتغل. طبعا هقول له true. Coding is used in animation, movies and online games you have played. جميل. قال لي بتستخدم البرمجة في الرسوم المتحركة والأفلام والألعاب عبر الإنترنت. طبعا هقول له true. Word processing program verify that the words you type is correct. قال لي بيتحقق برنامج معالجة النصوص من ان الكلمات اللي مكتوبة تكون صحيحة. طبعا هقول له true. Number 4. Coding is the writing of multiple algorithms to make a complete program. طبعا البرمجة هي عبارة عن خوارزميات متعددة مكتوبة لإنشاء برنامج كامل. طبعا هقول له true. ونشوف مع بعض. Number 5. Code.org can help you learn to code using different coding languages. طبعا صح. قال لي ممكن يساعدك موقع الكود.org على تعلم البرمجة، وكمان يعني مش نوع واحد من البرمجة، لا، باستخدام لغات برمجية مختلفة. طبعا true. Paint program is one of the famous programs used in editing images. قال لي برنامج الرسام هو واحد من البرامج المشهورة اللي بستخدمها في تحرير النصوص الصور. طبعا هقول له true. Number 7. Microsoft PowerPoint used to create presentations that include text and special effects. قال لي برنامج الباوربوينت بيستخدم علشان أعمل عروض تقديمية بتتضمن نصوص وتأثيرات أو مؤثرات خاصة. طبعا هقول له true. Microsoft Paint allows the design image and save it. قال لي برنامج الرسام بيسمح لي إن أنا أصمم صور وكمان أحفظها. طبعا true. Number 9. The slide is a presentation page that contains text and images. قال لي الشريحة اللي موجودة في صفحة العرض التقديمي بتحتوي على نص وصور. طبعا هقول له true. Number 10. The toolbox includes all the tools that you will need to make your drawing. قال لي التول بوكس صندوق الأدوات بيحتوي على كل الأدوات اللي أنا محتاجها للرسم. طبعا هقول له true. Number 11. Microsoft PowerPoint allows you to insert new slide to your presentation. قال لي برنامج الباوربوينت بيسمح لي ان انا ادخل شريحة جديدة في العرض التقديمي بتاعي. طبعا هقول له برضو true. Number 12. You must be sure that your computer is updated to download Microsoft Office 365 bundle. يعني ايه السؤال ده؟ ممكن يكون يلخبط شويه. قالك انت لازم تتاكد من تحديث جهاز الكمبيوتر بتاعك بان انت تنزل عليه الحزمه او المجموعه بتاعه برامج مايكروسوفت اوفيس 365. طبعا هقول له true. Number 13. Be sure to choose a font size to your poster or billboard that easy to read. قالك اتاكد ان انت تختار حجم الخط في الملصق بتاعك او اللوحه الاعلانيه يكون easy to read سهل القراءه. طبعا هقول له true. Number 14. Choose a complicated font size in the poster make it easy to read. قالك اختار حجم خط complicated معقد وانت بتعمل الملصق الاعلاني عشان يبقى سهل للقرايه. طبعا هقول له هنا ايه false، ده انا لازم اختاره ايه easy سهل بسيط او simple. سوري، اختاروا simple بسيط. Number 15. When making a poster or billboard you must be sure
that is audience will be able to easily see your information. قال لك لما تيجي تعمل بوستر ملصق او بيلبورد لوحة اعلانية اتأكد ان الجمهور الاودينس ان هم هيقدروا يشوفوا معلوماتك بسهولة. طبعا هقول له true. Number 16 images should be suitable in sense terms of the content you are sharing. قالك لازم تكون الصور مناسبة من حيث المحتوى اللي انت هتقدمه وتشاركه. طبعا هقول له true. طيب الحمد لله، وبكده نكون خلصنا مراجعة النخبة. جزاهم الله كل خير، يا رب اكون قدرت اوصل لكم اكبر قدر من المعلومات. ما تنسوش تدوروا لي دعوة حلوة وتعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.